إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيها يقدم لكم الجزء الثالث والأخير من تسليط الضوء على كتاب جبهة التحرير الإريترية، انتصار البداية وانكسار النهاية، للمناضل محمد عثمان إزاز. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. البرهان يشترط إعادة عضوية بلاده المعلقة في الاتحاد الإفريقي لقبول الحلول التي يطرحها الاتحاد. الصومال عضوا رسميا في منظمة التعاون الاقتصادي لدول شرق إفريقيا. والحوثيون يطالبون السفن بالحصول على تصاريح دخول لمياه اليمن الإقليمية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن أي قبول لحلول تسوية النزاع في بلاده من قبل الاتحاد الإفريقي مرهون بإعادة عضوية بلاده في الاتحاد الإفريقي. جاء ذلك خلال استقباله في مدينة بورت سودان الأحد وفد الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، والتي شكلها الاتحاد الإفريقي في 18 من يناير الماضي. وبحسب بيان أصدره مجلس السيادة، أكد البرهان أن السودان يثق في الاتحاد الإفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول، وذلك شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في المنظمة بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق. وأشار البيان إلى أن البرهان قدم إلى وفد الآلية تنويرا شاملا حول تطور الأحداث في السودان. من جانبه دعا رئيس آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى محمد شمباز إلى إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، مشددا على أن الآلية حريصة على إيجاد حل لأزمة البلاد، خاصة وأنها استمعت لكل القوى السياسية. هذا وكان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية السودان بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش والدعم السريع في 25 من أكتوبر عام 2021، قبل أن يندلع بينهما نزاعا دمويا مما أدى التكتل القاري إلى تشكيل آلية رفيعة المستوى تعمل على إعادة الاستقرار. قدم الصومال الاثنين وثيقة الانضمام الرسمية إلى مجموعة شرق إفريقيا ليصبح بذلك عضوا رسميا في منظمة التعاون الاقتصادي لدول شرق إفريقيا. وأقيمت مراسم التوقيع بهذه المناسبة في مدينة أروشا التنزانية المقر الرئيسي للمجموعة، وذلك بحضور وزير التجارة الصومالي جبريل عبد الرشيد حاج عبدي. وكان الصومال قد انضم في 24 من نوفمبر الماضي رسميا إلى مجموعة دول شرق إفريقيا، ليصبح بذلك ثامن دولة تنضم إلى مجموعة دول شرق إفريقيا بعد بوروندي وكينيا وراوندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وفي يونيو الماضي رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقبول قادة دول مجموعة شرق إفريقيا طلب بلاده للانضمام إلى المجموعة، مؤكدا أن ذلك سيحقق للبلاد المستقبل الاقتصادي والتجاري، وأيضا لدول شرق إفريقيا إلى جانب تسهيل التجارة بدول المنطقة. ومجموعة دول شرق إفريقيا هي مجموعة تهدف إلى توسيع نطاق التعامل التجاري والاقتصادي فيما بينها من خلال إيجاد سوق مشتركة للتجارة الحرة، وتسعى إلى تحقيق التكامل على غرار دول اتحاد جنوب إفريقيا الكوميسا وغرب إفريقيا الإكواس.
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي مسفر النمير وجوب حصول سفن الكابلات البحرية على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية الإقليمية، مؤكدا أن هذا الإجراء هو من باب الحرص على سلامة تلك السفن. وجاءت تصريحات النمير في أعقاب إعلان شركة HGC للاتصالات الدولية ومقرها هونغ كونغ الاثنين الماضي بأن ما لا يقل عن 4 كابلات اتصالات تحت الماء تعرضت لأضرار الأسبوع الماضي في البحر الأحمر دون ذكر السبب. وبحسب ما ذكرت قناة الجزيرة فإن الشركة كانت قد قدرت أن الأضرار أثرت على 25% من حركة البيانات المتدفقة تحت البحر الأحمر. وقالت في بيان إنها وضعت خطة لنقل البيانات عبر خطوط أخرى. هذا وحملت جماعة الحوثي يوم السبت الماضي الهجمات الأمريكية والبريطانية مسؤولية حدوث أي ضرر للكابلات. من جهة ثانية تعهد الحوثيون في اليمن بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية. وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في الحكومة التي يقودها الحوثيون على منصة إكس إن اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأن أي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة حسب تعبيره. هذا ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر، قائلين بأنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا. وعززت المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس مما سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط الأوسع. هذا وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشن غارات على أهداف الحوثيين في اليمن منذ يناير الماضي ردا على الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرت في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف. وحلقة اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات هي الجزء الثالث والأخير حول الإضاءة على مذكرات المناضل محمد عثمان إزاز جبهة التحرير الإريترية انتصار البداية وانكسار النهاية. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحمد شريف يحييكم من إذاعة إيرينا الدولية في باريس، وفي حلقة جديدة في برنامج متابعات. يسرني سيداتي سادتي أن نقف في الحلقة الأخيرة من رصد مذكرات المناضل محمد عثمان إزاز، التي جمعها في كتاب تحت عنوان جبهة التحرير الإريترية، انتصار البداية وانتكاسة النهاية. نأتي اليوم إلى سؤال كبير دائما يتردد في مجالس الإريتريين: كيف وما هي أسباب هزيمة جبهة التحرير الإريترية التي كانت تشكل لدى كثير من المواطنين الإريتريين تمثل جبهة في الميدان، بمعنى تمثل حكومة حقيقة في الميدان. هي جبهة معروفة لكن كانت تشكل وتمثل كأنها حكومة في الميدان، ولدى عدد قليل كانت غير ذلك، مجرد فصيل وما إلى ذلك. ولكن خروجها من العملية الميدانية بشكل عام شكل هزيمة كبرى للمشروع الوطني أيا كان الحديث عنها. نأتي إلى شاهد عيان ماذا قال في مذكراته عن أسباب هزيمة الجبهة. تحت هذا العنوان كتب في الصفحة 201 المناضل محمد عثمان إزاز: أنا أراه ذات أهمية لاستعراض كما رصدها، وهو شاهد عيان. يقول:
كانت هنالك أسباب داخلية وأسباب خارجية. في الأسباب الداخلية يقول: هنالك أسباب داخلية تتعلق بتنظيم الجبهة نفسه، وأهم محور فيه فقدان وعدم سيطرة حزب العمل على وضع إدارة التنظيم بكفاءة ومسؤولية عالية حتى تحقيق التحرير، لأن كوادر وقيادات حزب العمل سيطرت سيطرة كاملة على كل مفاصل ومقاليد الجبهة، واستأثر الرفاق في حزب العمل بالمواقع المتقدمة في الهياكل الإدارية والسياسية، وتم استبعاد كل العناصر الوطنية من التنظيم، ذلك إما بمحاصرتهم أو التضييق عليهم، وإما بدفعهم دفعا للخروج من التنظيم إلى اتجاهات تنظيمية أخرى، وحرمانهم من العناية والرعاية لأسرهم. وأن مقياس الوطنية كان محصورا على كل من يوالي ويخلص ويطيع أوامر حزب العمل، وإن الترقي في الدرجة الحزبية والتنظيمية كانت مكفولة للأعضاء العاملين الذين يقدمون ولاء الطاعة وصكوك الغفران وينفذون التعليمات دون مناقشة، وأن العناية والرعاية والاهتمام كانت تشمل كل من يتقن ويعتكف وينجح على مقررات مدرسة عليت، ويتقدم ويتعمق في فلسفة وأدبيات كارل ماركس ولينين. وفي الوقت الذي كانوا يخططون فيه ليل نهار في كيفية تدمير قواعد وقيادات جيش التحرير للسيطرة على أولويته وألويته وكتائبه وتضييق ومحاصرة كل العناصر الوطنية التي تحويه، كان جيش الجبهة يقود أشرس معارك التحرير ويواجه الأفعى الإثيوبي التي غيرت جلدها ورفعت شعار الماركسية وتشدقت بالتقدمية. ومما يؤسف له، كانت هذه القيادة تصرخ في بياناتها السياسية بمناسبة ودون مناسبة، وتصرخ بالصوت العالي لإثبات تقدمية العدو الإثيوبي وديمقراطيته الإنسانية والمثالية، وعلى أعلى مستوى كادرها الأمامي في التنظيم الحزبي والوطني، بينما كان العدو الإثيوبي يشبع شعبنا قتلا وتشريدا وتدميرا وتنكيلا وإبادة. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. بالرغم من سيطرة الجبهة على معظم القرى والمدن الإريترية، وصلت إلى مستوى الدولة من حيث المساحة التي تغطيها وعدد الجيش والقوى التي تمتلكها من كل صنوف الأسلحة، إلا أنها كانت ضعيفة جدا في بناء مؤسسات دولة في هذه الأراضي المحررة، مثل إنشاء مجلس تشريعي منتخب من مؤتمر عام جامع يمثل كل القوى السياسية والوطنية في التنظيم دون إقصاء أو إبعاد جزء منها، ينبثق عنها جهاز تنفيذي قوي يبسط سيطرته على الساحة وينفذ السياسات الموضوعة من قبل المجلس التشريعي، والتي رسم معالمها وحدد ملامحها المؤتمر العام. ويرفع هذا الجهاز التنفيذي تقاريره بشكل دوري لمتابعة الإنجازات الإيجابية التي تحققت والانحرافات السلبية التي وقعت نتيجة سوء التطبيق على أرض الواقع، وتحديد ومحاسبة المسؤول عنها وكيفية معالجتها وتقويمها حتى لا تتكرر. كان بإمكان قيادة تنظيم الجبهة فترة التحرير أن تستفيد من الحماس الشعبي والتفاف وتأييد كل الجماهير لبرامج الجبهة، منبهرة وفرحة بتحرير المدن وبهذا الإنجاز، أي الإنجازات التي حققتها قوات جيش التحرير. كان من المفترض أن تسرع قيادة الجبهة في بناء بوتقة وطنية ومؤسسات ينصهر فيها كل الإريتريين بمختلف قواهم الوطنية، دون استئثار أو احتكار قوى سياسية دون غيرها بأمور مصيرية تخص كل مستقبل الوطن. كان بإمكان قيادة الجبهة أن تقابل هذا التأييد بنوع من الانفتاح والمرونة واستيعاب كل القوى السياسية، وهذا كان يجعلها أكثر جماهيرية وحبا واحتراما في نظر الآخرين. كما كان بمقدورها
أن تعلن دولة بهذه الطريقة بعد أن ضمت التأييد الشعبي الكامل واحتضنت كل التنظيمات الإريترية، وتكون بذلك الراعي الأمين للشعب بتبنيها بناء مؤسسات الدولة من برلمان وطني يمثل كل فئات الشعب، ومؤسسات منظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية، وتشكيل حكومة مستقلة منتخبة من البرلمان تحت أي مسمى تمثل كل ألوان الطيف السياسي الإريتري، سلطة قضائية وإعلامية، هيئة دستورية جامعة، بناء أجهزة الدولة، استقلالية الجيش لحماية مؤسسات الدولة من سطوة وسيطرة أي قوى سياسية عليها من ناحية، وحماية مكتسبات التحرير من أي عدوان خارجي يستهدف الوطن من ناحية أخرى. في اعتقادي كما يرى المناضل محمد عثمان إزاز، إن أكبر خطأ سياسي فادح ارتكبته قيادة الجبهة في هذا الصدد توانيها وتناسيها وإغفالها وإهمالها لعدم عقد المؤتمر الوطني الثالث في موعده المحدد لنقل الجبهة من مرحلة الثورة إلى مرحلة مؤسسات الدولة، وذلك عن قصد وتعمد منها لتحقيق مآربها السياسية، وترك التنظيم الجبهة أي تنظيم الجبهة هكذا بدون معالجات لمشاكله وتطويرا لإنجازاته والاستفادة من إمكانياته بعد التحرير، ومواكبة وضع الساحة بصورة عملية وعلمية فعالة، ولم يكن ذلك بجهل منها ولكن خوفا وحرصا منها حتى لا تغادر مواقعها في السلطة القيادية. لذا آثرت أن تحافظ على مؤسساتها الحزبية ببناء كادر حزبي مصلحي يقدم مصلحته الخاصة الحزبية على مصلحة الجبهة كتنظيم وطني ووعاء يخدم كل المجتمع الإريتري. أضف إلى ذلك، لم تنشأ القيادة أي تنشئ كادرا حزبيا يكون خلفا لها في حالة تعثر الأمور وانهيار التنظيم، ولذا كان دور الكادر الواعي في الجبهة سلبي جدا، ولم يبادر لحل مشاكل الجبهة كما فعل الكادر العسكري لجيش التحرير في تجربة حركة الإصلاح، وأن كل قيادي كان يستحوذ على مجموعة من الكادر يستعين بها عند اجتماع القيادة ويملكهم معلومات الاجتماع قبل أن تنفض القيادة من اجتماعها، وبالتالي لم يكن الكادر مبادرا وفعالا ومغيرا لواقع التنظيم قدر ما كان تابعا ومقلدا ومحافظا على مصالحه راعيا لقائده، رغم أن كفاءته ومؤهلاته ووعيه السياسي أعلى من القيادة نفسها. وهذا يقودنا إلى هشاشة المركزية، لأن كل عضو قيادي في التنظيم يفعل ما يشاء دون الرجوع للقيادة المركزية، ومبدأ المحاسبة كان مفقودا تماما. ولم أشاهد قياديي في الجبهة فتح معه تحقيق أو استجواب تجاه أي قضية معينة، أو تعرض لعقوبة جزائية أو أدبية في هذه الفترة، وكأن المسيرة كلها صواب لا يوجد بها خطأ، وكأن كل المناضلين على كل المستويات ملائكة لا يخطئون. وهذه العوامل مجملة في تقديري كعوامل داخلية كانت سببا في دخول الجبهة إلى السودان. هذه إذاعة إرنا. وفي الأسباب الخارجية يرى محمد عثمان إزاز قائلا: أسباب خارجية تتعلق بالمحيط العربي والإقليمي والدولي لم تستطع قيادة حزب العمل مواكبتها والتعامل معها بمرونة ووعي، واستيعاب كل المتغيرات والأحداث المتسارعة بشأنها باعتبارها جزءا من مكونات هذا المحيط الذي يؤثر عليها ويتأثر بها سلبا أو إيجابا، خاصة في ظل تقدم التكنولوجيا، حيث أصبح العالم قرية صغيرة. هكذا تعامل حزب العمل مع جبهة التحرير الإريترية، هذا البناء الوطني الكبير، بهذه العقلية الاحتكارية المتقوقعة حول برنامجها المنكفئ على ذاتها، دون انفتاح مع القوى الوطنية الأخرى داخل التنظيم وخارجه، فضيق بذلك ما كان واسعا. تنظيم الجبهة الوطني وسع أصلا ما هو ضيق،
حزب العمل الشيوعي، وصار حال الجبهة وحزبها كحال الشجرة الحمقاء التي ادعت الحرص وفصلت ظلها على جسدها حتى لا يشاركها الآخرون في الظلال الوارفة، وكانت هذه الحماقة والبخل سببا في قطعها وإزالتها من الوجود، أي تلك الشجرة. وباعتباري واحدا من أعضاء القيادة في الجبهة، أتحمل المسؤولية كاملة سلبا أو إيجابا منذ العام 69 وحتى عام 1975 هي فترة تواجدي في القيادة، والحديث للمناضل محمد عثمان إزاز. بعدها لم أشارك في أي قرار سياسي باعتباري خارج دائرة الفعل ومصدر القرار في الجبهة. الجدير بالذكر عندما دخلت الجبهة إلى السودان أفرجت عن كل المساجين بمختلف أصنافهم وتوجهاتهم السياسية، أفرجت عن كل الأسرى للعدو الإثيوبي، أفرجت عن كل أسرى الجبهة الشعبية، أفرجت عن كل أسرى قوات التحرير الشعبية، وأفرجت عن كل مرتكبي جرائم القتل. أما نحن فلم يفرج عنا، وبقينا في الانتظار مع فصيل الحراسة. أما المناضلين الست الآخرين من جماعة الفالول هربوا، أو بالأحرى تم تأمين طريق هروبهم عندما شاهدوا تعثر حزب العمل المهزوم وما آلت إليه قيادة الجبهة من فرار متواصل وانسحاب كيفي غير منظم تجاه الحدود السودانية. ونحن عشنا في غيبوبة كاملة، لأن ممرض الفصيلة أعطانا حبوب منوم بحجة أنها حبوب ملاريا، و5 أشخاص تناولوها ما عدا إبراهيم إدريس محمد آدم، لم يتناول منها حبة واحدة. وتفاوتت حدة وتأثير المخدر على كل فرد منا حسب الجرعة التي تناولها كل فرد، حيث أخذ معي التخدير مدة 2 يومين متتاليين وأنا فاقد الوعي. وأعتقد أن التخدير كان مقصودا منه أن نعيش خارج إطار وعينا الكامل حتى لا نشاهد الترتيبات ولا نراقب الأوضاع الخاصة بتهريب زملائنا المعتقلين من الطرف الآخر جماعة الفالول. وعلمنا عندما راح منا تأثير المخدر بأنهم غير موجودين، حولنا في المعتقل ولم نحدد وجهتهم إلى أين ذهبوا أو هربوا. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الظرف كما يقول الكاتب: لماذا أطلقت قيادة الجبهة كل أصناف المساجين حتى أسر العدو ومرتكبي جريمة القتل، وأبقتنا نحن 12 شخصا في هذه اللحظة؟ يقول، أو مجيبا على تساؤله، يقول إن قرار الإعدام كان متوقع من خلال تصرفات حزب العمل، ولكن قرار الموت والحياة بيد الله وليس للإنسان فيه أي خيار. أضف إلى ذلك هروب الطرف الآخر جماعة الفالول بفعل فاعل، والذين كنا نحن وهم كحصيني رهان. يتخذ قرار بإعدام 6 منهم و6 منا تارة، و2 منهم و2 منا ثارة أي تارة. فقد انتهى الرهان بخروج وغياب طرف الفالول، ونحن كان الطريق سالكا لنا إلى كراكون ثم إلى مدينة كسلا في السودان. وبهذا انتهى عهد الظلم والاستبداد لتنظيم الجبهة بهذه الطريقة المأساوية، والتقينا نحن وأهالينا بعد سجن طويل وعذاب أليم امتد من عام 78 وحتى عام 82. وهكذا طويت ملف نضالي وأنهيت حياة نضالية في جبهة التحرير، تعتبر جزء كبير من مسيرتي الذاتية، وإنها بظروفها الحلوة والمرة وماضيها وحاضرها وسلمها وحربها وتفاوضها ومعاركها وانتصاراتها وانكساراتها وأخطائها وصوابها، أفتخر بها لأنها تربطني بماضي مشرق قوامه كوكب من شهداء ومناضلين وقادة في جيش التحرير، وجرحى ومعاقين فقدوا جزءا عزيزا من أعضائهم، ومعاناة شعب عظيم في معسكرات اللجوء يحرقهم لهيب الصيف
ويقرصهم زمهرير الشتاء، وشتات شعبنا في بلاد الغربة شرقها وغربها في مدن بعيدة يحلمون بيوم العودة وفرحة اللقاء تحت خيمة الوطن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بدأت تجربتي النضالية بسجن عام 1962 من قبل العدو الإثيوبي بتهمة النضال في صفوف حركة تحرير إريتريا، وانتهت أيضا بسجني في معتقلات قيادة حزب العمل حتى دخول الجبهة إلى السودان عام 82 بتهمة الانتماء إلى جماعة القرآن الكريم. وتعتبر جبهة التحرير رائدة الكفاح المسلح، حيث جيشت كل الشعب الإريتري بهدف التحرير، وكانت ثورة بمثابة دولة. وإن مرت الجبهة بأخطاء وتجاوزات أخرجتها من الساحة النضالية بهزيمتها العسكرية ودخولها السودان، تعتبر نبراسا ترسم ملامح نضالنا في التحدي والكفاح والصمود، وهي تجربة عملاقة ولدت من صلب نضال الشعب الإريتري وطويل صبره وجهاده. ومن ينكر دورها وتأثيرها في حياة وكفاح مسيرة الشعب الإريتري يعيش خارج الحياة والمنطق والتاريخ، لأنها تجربة كتبت بقوافل من الشهداء، ورسمت بمداد من الدماء، وعززت بجهود وصبر ومعاناة شعبنا الأبي حتى تحقيق النصر يوم الاستقلال 24 من مايو 1991. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كانت هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة رصدنا لمذكرات المناضل محمد عثمان إزاز في كتابه الأخير جبهة التحرير الإريترية، انتصار البداية وانتكاسة النهاية. وختمناها بأسباب هزيمة جبهة التحرير، وتناول فيها الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية. شكرا له وشكرا لكم وشكرا للذين، أولا شكرا له لمن الذي وثق سيد إزاز، وشكرا للذين قاموا بهذا الجهد الكبير في توثيق ونشر هذا الكتاب. تحياتي محدثكم أحمد شريف في التقديم، وتحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. البرهان يشترط إعادة عضوية بلاده المعلقة في الاتحاد الإفريقي لقبول الحلول التي يطرحها الاتحاد. الصومال عضوا رسميا في منظمة التعاون الاقتصادي لدول شرق إفريقيا. والحوثيون يطالبون السفن بالحصول على تصاريح دخول لمياه اليمن الإقليمية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرينا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.